أقوى 10 جيوش عربية لعام 2025. من يملك القوى النارية الأشد؟ من الصحاري المحروقة إلى أعماق البحار، ومن السماء التي تراقب كل حركة إلى غرف العمليات تحت الأرض. في عالم تزداد فيه التوترات الجيوسياسية، يبقى سؤال واحد يؤرق الجميع: من هو أقوى جيش عربي اليوم؟ هل المال هو ما يصنع القوة، أم الخبرة، أم التحالفات؟ في هذا التحقيق نكشف الستار عن أقوى 10 جيوش عربية لعام 2025 بناء على ميزانية الدفاع، العتاد، عدد الجنود والجاهزية القتالية. المركز العاشر: الجيش الأردني. العدد 100,000 جندي، يمتلك أخطر الأسلحة كراجمات الصواريخ الصينية SR5، دبابات سانتيرون و M60 باتون المطورة. منظومة الدفاع الجوي، يمتلك سكيغار. يمتلك الأردن واحدة من أقوى وحدات العمليات الخاصة في المنطقة، مع تدريب مشترك مع أمريكا وبريطانيا. خبرة الجيش: قتال تكتيكي، عمليات خاصة، تعاون استخباراتي عالي مع الغرب. رتبة 9: الجيش التونسي. العدد 80,000. أهم الأسلحة: كيمتلك مدرعات M113، طائرة F5 تايجر، زوارق بحرية سريعة لمكافحة الإرهاب. رغم محدودية العتاد، يركز الجيش التونسي على محاربة الإرهاب وتثبيت الأمن الداخلي. يركز الجيش على تأمين الحدود ومحاربة المجموعات المسلحة. الجيش الكويتي. العدد 45,000 فقط، يمتلك أسلحة قوية كدبابات أبرامز MA-A2، مقاتلات FA-18 من نوع أورنيت، أنظمة دفاع جوي باتريوت باك 3. جيش صغير عدديا لكنه يملك تمويلا ضخما وتسليحا أمريكيا عالي التقنية. قوة الجيش تكمن في التكنولوجيا الأمريكية والتمويل الضخم. الرتبة 7: الجيش المغربي. كيمتلك 310,000 جندي، يمتلك أقوى الأسلحة: طائرات F-16 فايبر، درونات بايركتار TPE تركيا، دبابات أمريكية أبرامز من نوع MA-A1، منظومة الدفاع الجوي باراك MX. الواقع: جاهزية عالية وتطوير نوعي مستمر. الرتبة 6: الجيش الجزائري. العدد أكثر من 467,000 جندي، يمتلك دبابات روسية T-90SA، مقاتلات سو من نوع 30 MKA، صواريخ إسكندر أ، غواصات كيلو كلاس. قوة الجيش تكمن في تسليح كثيف لكنه تقليدي وجيش ضخم عدديا. الجيش السوري. العدد أقل من 300,000 بعد الحرب. الأسلحة البارزة: كيمتلك صواريخ الأرض من نوع سكوب بي، مقاتلات ميغ 29، منظومات دفاعية جوية كأس 300 وبانستير S1. الواقع: إرث قوي من الحقبة السوفيتية وخبرة قتالية ميدانية في حرب مدن. الجيش السوري رغم الإنهاك يمتلك خبرة ميدانية عالية وقدرات صاروخية مؤثرة. الرتبة الرابعة: الجيش الإماراتي. العدد 70,000 جندي، يمتلك بدوره أخطر الأسلحة: مدرعات فرنسية من نوع ليكليريك، درونات صينية من نوع وينغ لونغ، أنظمة حاد الأمريكية للدفاع الصاروخي. الجيش الإماراتي عبارة عن نخبة تقنيات متقدمة، تدخل خارجي فعال، فهو قوة صغيرة الحجم متطورة تقنيا ذات كفاءة عالية في العمليات الخارجية. الجيش القطري يحتل الرتبة الثالثة. العدد 27,000 فقط، لكنه يمتلك الأسلحة الثقيلة كطائرات ديسيرت رافال الفرنسية، مقاتلات إيروفايتر تايفون، أنظمة باراك 8 وباتريوت. قوة الجيش القطري ليست في العدد بل في التكنولوجيا والدعم الدولي. رغم العدد الصغير يمتلك أحد أكثر الجيوش تسليحا وتطورا على مستوى الفرد. الرتبة 2: الجيش العراقي. يفوق العدد 500,000 جندي، يمتلك أسلحة أساسية من دبابات روسية T-90S، طائرات F-16 إيكا، مدفعية ذاتية الحركة M109،
قوات مكافحة الإرهاب عالية التدريب. الجيش العراقي استعاد تدريجيا قوته وسط تهديدات داخلية وخارجية. رتبة 1: الجيش المصري. الرقم 1 عربيا. العدد أكثر من 920 ألف، وهو الأكثر عددا. يمتلك أخطر الأسلحة: كرواسات تي بي 209 ألمانيا، طائرات رافال فرنسية، وإف 16 سي الأمريكية، حاملة مروحية مسترال، منظومات بوك M2 و S300 V1. الجيش المصري يمتلك تسليح متنوع، جاهزية عالية، وقوة بحرية وجوية متفوقة. القوة العسكرية الأضخم عربيا، وتصنيف عالمي ضمن أقوى 15 جيش في العالم. وكخاتمة، قوة الجيوش العربية لا تقاس فقط بعدد الدبابات أو الطائرات، بل بمدى الجاهزية والعقيدة القتالية والقرار السيادي. ومع اشتعال الصراعات الإقليمية قد تتغير هذه المعادلات في أي لحظة، فمن سيبقى على القمة ومن سينهار عند أول اختبار ناري؟ المنعطف الأخير حيث ينكشف المستور.